السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، صباح الفل على كل اللي بيتابعني، واهلا وسهلا بكل اللي اشترك في القناة جديد. ما تنسوش بقى اول ما تشوفوا فيديوهاتي حطوا لي لايكات كتير كده عشان ايه فيديوهاتي توصلكم. الاول خلينا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. خلينا كده دايما نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على رسول الله. النهارده بقى ايه فيديو جديد وروتين جديد زي ما انتم شايفين. اول حاجه طبعا بنبدا بيها يومنا ان انا اعمل فطار لعيالي، وقلت اصورهم معاكم كده. عملت لهم بطاطس وجبنه ولبن وكده، يعني زي ما انتم شايفين فطارنا بسيط ومتواضع، حاجه كده ايه يعني على قد عيالي. المهم انا هنا كنت بوريكم جبنه رودس وجبنه دومتي. جبنه دومتي اللي هي الرومي ديت، انا بس هقول الكلمتين دول من باب الافاده بس مش اكتر. جبنه دومتي اللي هي الرومي وحشه جدا جدا جدا، انا بس حبيت اقول لكم للافاده. رودس الرومي تحفه تحفه، وعبورلاند برضو الرومي تحفه، بس انا لما جربناها ولقيناها مش حلوه فحبيت ان انا ايه افيدكم بالكلمتين دول. هنا بقى كنت عملت لهم فطار وفطروا، وقلت بقى ايه امسك الغساله قبل ما اشغلها عشان في غسيل عايزه اغسله. لقيتها بقى ايه زي ما انتم شايفين الحواف بتاعتها اللي هي من جوه ديت مليانه كده ترسبات وحاجات كده، شكلها مش لطيف. كل ما اجي اغسل ابقى عايزه انضفها او ايه واكسل عنها. فقلت بقى ايه همسكها كده اعمل لها التنظيف العميق بتاعها الغساله، الروتين بقى اللي انا بعمله كل فتره دوت، بحيث ايه يعني لو نقعت غسيل في الغساله ولا حاجه ما يعملش ريحه ولا كده. عشان انا اغلبيه وقتي بحب ان انا انقع مثلا الابيض اللي انا هغسله، بحب انقعه من بالليل قبل ما انام، وايه ولما اصحى ادور عليه بقى الغساله اشغلها. بس فزي ما انتم شايفين كده، بصوا عايزه اقول لكم الفوطه طلع منها بلاوي بلاوي، هتشوفوا دلوقتي كل حاجه بعينيكم. مسكت بقى بفرشه سنان كده تكون قديمه عندكم بتستخدموها للحاجات ديت. الفرشه السنان عايزه اقول لكم ساعدتني جدا جدا جدا، كانت كده بتوصل. طبعا كنت لسه واخدة الدواء عشان عيان. طب الف سلامه عليك، استني بقى. كانت فرشة السنين بتدخل في الحتت اللي ايديا مش عارفة توصلها خالص. فبصراحة ساعدتني قوي 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 فرشة السنان. وزي ما انتوا شايفين كده بقى بربسوب بكلور باريال بايا كان اللي متوفر عندك، تقدري تحطيه في فوطة كده وتنضفي بايديك. انا دايما بنضف الغساله من بره والمعها كده ايدي فيها من بره عشان بخاف لا يجي عليها ميه، بس من جوه دي بقى بعمله كل فتره ما، اللي هو الحتت اللي من جوه ديت والفلاتر ديت. كل ما اجي اغسل زي ما انتوا هتشوفوني دلوقتي، كل ما اجي اغسل اشيل منها الوبره بس ايه، واروح شطفها كده تحت الحنفيه كده على الماشي يعني. غير بقى المره دي انا مسكتها بقى ايه هتشوفوها دلوقتي، حاولت اشيل منها الحاجات بقى ديت معرفتش، فقلت لا همسكها بقى ايه بفرشه كده ولا حاجه في الحوض تحت الميه، واشيل برضو الغساله فيها فلترين. هشيل برضو الفلتر التاني، في واحد بيشيل الترسبات والتاني بيشيل ايه الوبره وكده. اهو زي ما انتوا شايفين بصوا كان مليان، وانا كنت اصلا اوقات بيجي عليا اوقات يعني بنساه، يعني ما بنضفوش كل غسله. همسكه برضو كده اغسله غسله اللي هي بقى ايه عايزه اقول لكم فل. انا شفت واحد على النت بيفك الفلاتر ديت، والعلب بتاعتهم اللي انا ايدي فيها ديت زي ما انتوا شايفين، العلب دي بيبقى وصل لها حاجات كده يعني من جوه انا مش عارفه اطلعها. بس نفسي اجيب بقى حد بتاع غسالات يفكها لي لو فيها اي ترسبات من جوه انا مش عارفه اطلعها، هو بقى ايه يعملها لي، لان انا شفت بتاع الغساله اللي هو كان على النت، شفته على النت وكده. انا كنت بوريكم ان انا ايه غسلت الفلاتر وخليتها زي الفل، تعبتني جدا كانت يعني مش نظيفة خالص. ومسكت الفوطة خليتها زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. كده كنت خلصت بقى ايه زي ما بقول لكم الاول. المهم عشان ما توهش منكم، انا شفت حد بتاع غسالات على الانترنت وكده، ان هو بيفك الفلاتر دي من قلبها من جوه، وبيبقى فيها كمية ترسبات وحاجات احنا ما نتوقعهاش. بس فانا نفسي بصراحة اجيب حد يعمل لي الموضوع دوت بتاع الغسالات بقى. بس هنا بقى جبت الخل ورحت حطاه، قلت اما اديها بقى ايه دورة شطف كده بالخل، عشان لو في اي ترسبات وقعت كده ولا كده تبقى ايه زي الفل، عشان اما اجي احط فيها الغسيل يبقى ايه تمام. هنا بقى كنت خلصت ايه الغسالة، وقلت همسك الطرقة. عايزة اقول لكم كانت العيال مخلين
الحيطان مطرح طبع ايد ريتال كده، عشان هو يا دوبك في المستوى بتاعها، ايديها مطبعه كده خالص في الحيطه. فقلت امسكها بقى كده، ادعكها الحيطه، هي من تحت بس من مستوى ايدي كده هنا، هو ده بس اللي ايه مش نضيف خالص، انما من فوق بقى لقيتها نظيفه يعني. فقلت بقى ايه حوالين اللي هو اسمه ايه الكوبس بتاع النور وكده، هو دوت كان مش نضيف خالص. عملت بقى الحتت ديت والحيطه كلها خليتها زي الفل، هتشوفوها دلوقتي. حطيت بقى في الميه اللي انا بدعك بيها بالاسبونشه ديت، حطيت فيها اريال وكلور. عايزه اقول لكم الكلور ساعدني قوي، ويعني كان بيخلي الحاجات اللي مش نظيفه دي بتسيح كده في ثواني يعني، ما تعبتنيش يعني. انا بقيت ادعك بالاسبونشه، والفوطه في ايديا فوطه خشنه كده شويه، بقيت برضو ايه ادعك بيها ورا الاسبونشه يعني. بس وفي الاخر بقى هجيب فوطه نظيفه خالص بميه نظيفه، وامسح بقى الحيطه كلها. انا عملتها كده على الناشف عشان ايه ما غرقش الارض، وادلق بميه وكده زي ما انا ايه بعمل على طول. بس انا المره دي عملتها على الناشف لان اصلا الجو ساقعه ومش مستاهل يعني، فاهميني. همسك بقى المنطقه بتاعت الطرقه دي كلها ايه انضفها كلها، والحيطه كده انا كان نفسي اقرب لكم الكاميرا شويه على الحيطه، بس يعني انا كنت مفكره ان هي مبينه يعني، بس للاسف ما طلعتش مبينه، كانت مش نضيفه خالص. وعايزه اقول لكم نورت كده بقت زي الفل ما شاء الله. وعملت كمان الحيطان من فوق، بس ايه مرضتش ايه اصورها كده عشان ايه كنت واقفه بطولي يعني وكده، اكيد فاهميني يعني. بس دي بقى ايه دوت مدخل الصالة ويعني لما بنخش دخلتنا كلها من عند الباب ده كده. فبصوا يعني كان الحتة دي كانت مش نظيفة خالص، فروحت اخدتها بقى كده ايه بالكلور والسلك، خليتها زي الفل. وكمان نضفت بقى الباب بتاع الحمام. انا عملت بيبان الشقة كلها في الوقت دوت، بس ايه البيبان كلها كانت عشان لونها اسود كانت مطربه بس كده، فروحت ايه نضفتها على طول. بس الباب بتاع الحمام كان عشان ابيض كان باين فيه قوي ان هو مش نظيف. عملت الطرقه كلها والباب ونضفت الحمام كمان معايا بالمره. طبعا يعني مش هقعد اتفرج عليه كمان، الحمام رحت واخداه معايا كده كله بقى ايه. وفي اليوم دوت رحت ماسحه الاوضه اللي احنا بنقعد فيها، لان اصلا من ورايا كده زي ما انتم شايفين المنطقه اللي ورايا دي كلها احنا ما بنخرجش فيها خالص. فترة البرد اللي احنا فيها ديت انا ما بخرجش بره غير لما اكون هنشر او هلم غسيل فقط لا غير. غير كده احنا قاعدين في الاوضه هنا وبنستخدم بقى الحمام والمطبخ، فطبعا ايه دول يوميا بنضفهم. اللي انا بقدر اعمله معاكم في روتين بعمله، اللي مش بقدر بعمله انا مع نفسي عشان ايه يعني في حاجات بعملها يوميا وساعات في اليوم مرتين، فمش عايزه ابقى ايه بدوشكوا في الحاجه مره واتنين كده، فاهميني. يعني الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي دلوقتي انا يوميا بنضفها وساعات بنضفها مرتين. طبعا بعمل الغدا ورايحه جايه على المطبخ وانضف الحوض، ما بيفضاش حرفيا من المواعين، رايحه جايه اغسل في المواعين. فطبعا مش طول النهار افضل اوريكم ايه اللي اتوسخ ايه اللي اتغسل ايه اللي اتوسخ ايه اللي اتغسل كده. فبحاول ان انا اختصر لكم في الروتين بتاعي. بصوا الباب بتاع الحمام نور كده، كانت برضو ريتال ايديها عشان هي القصيره اللي فينا، فبصوا مستوى ايديها هو اللي ايه مبهدل كل حاجه. كمان هي يعني انا خناقاتي معاها كلها حبيبتي طبعا طفله بقى يعني، دايما واقفه لها كده اغسلي ايدك ما تخليش ايدك ملزقه. ف يعني هي البني ادمه الكائن اللي في البيت المعفن الصراحه. بس فربنا يبارك فيها. طبعا بنضف وراها اول باول كده زي ما انتم شايفين. الباب عشان ابيض الصابون مش باين فيه، الاسبونجه بعمل بيها كاني مش بعمل حاجه، بس هو كنت حاطه يعني صابون وكلور. عايزه اقول لكم الكلور ساعدني قوي قوي قوي. بس كده همسك بقى باب الحمام، وكمان هعمله من الناحيه التانية، بس انا مرضتش اطول عليكم وعملته كمان من ظهر الحمام. بس ما كانش بقى ايه يعني كان نضيف قوي يعني، ما كانش فيه اكتر من تراب بس كده، غير ايه وش الباب يعني فاهميني. مسكت كمان المنطقه بتاعت الحوض ديت، انا عملت الباقي بقى يعني مع نفسي عشان ايه ما اطولش عليكم. مسكت الحوض هنا وتحت الحوض والمنطقه دي كلها دعكتها بالسلك وكده عشان خاطر ايه ما اطولش عليكم. وكمان ايه الجلابيه اللي انا كنت لابساها كانت طويله قوي في الارض، فروحت بقى مشمره بقى كده
ورحت ايه عملت الارض، دعكت الارض وكده. المنطقة بتاعت تحت الحوض ديت عملتها برضو بالسلكة يعني الحوض بالبتاعة الطويلة بتاعته دي، كل ده عملته بالسلك. والمراية بقى كانت مطرطشة عليها مية كده، مطرح ما بيقفوا ويسترخوا كده. هنضفها بالمية، هي اساسا كانت نضيفة بس هي طرطشت مية بس مطرح ما بيشغلوا الحنفية وكده. وهعملها برضو ايه بالمناديل كده، انا يعني خليها ايه تبقى صافية زي ما انتوا شايفين اهوت. لما بتنشف بقى بتبان ان هي يعني ايه بقت زي القشطة زي ما انتوا شايفين. هكمل انا بقى الحمام، وهعمل طبعا اكيد القعده بتاعه التويليت، بس ايه عشان في ناس بتبقى مش حابه يعني المنظر وكده، فانا هعملها مع نفسي. وببقى نفسي اعمل معاكم على فكره الحمام على طول، بس عشان ببقى غرقانه بقى ميه، انتوا عارفين حمام يعني ميه وطرطشه وبهدله، فلازم ابقى ايه مش هعرف اخد راحتي يعني وانا بنضفه قدام الكاميرا، فاهميني؟ يا رب تكونوا فاهمين. بس كده كنت خلصت الجنب ده، هكمل انا الباقي مع نفسي، ونخش بقى نشوف مطبخنا عاوز ايه، ونشوف هنعمل ايه النهارده غدا. الحمد لله النهارده الفيديو ما كانش طويل، وكملت الروتين بتاعي معاكم في فيديو تاني ان شاء الله، هحاول ان انا انزله. هنا بقى ايه كنت خلصت خلاص اللي انا بعمله، وقلت احط بقى دورة غسيل كده في الغسالة ومسكت بقى الحوض، انا نضفته وخليته زي الفل زي ما انتوا شايفين، وغسلت المواعين اللي كانت موجودة. اكيد يوميا كل 3-4 دقايق في مواعين. بس فقلت بقى ابدا في الغدا بتاعي. قعدت بقى ايه قطفت ملوخية النهارده، عملت لهم خضار، وعملت لهم بس ايه فراخ وكده. استني يا توتش استني بس جون مسكت بقى الملوخية نضفتها وهغسلها زي ما انتوا شايفين كده، وعملت لهم فاصوليا وعملت لهم بسله. عندي ريتال بتحب الفاصوليا ما تحبش البسله، وبندق بيحب البسله ما يحبش الفاصوليا، فرحت عامله لهم الاثنين يعني ما قصرتش معاهم. هنا كنت جايبه بقى فراخ، قلت هنضفها بس انا نضفتها مع نفسي عشان وقت الفيديو، وهعملها لهم بقى كده. وقلت الكبده ديت ابقى اعملها لهم يوم تاني، هنضفها انا كويس كده مع نفسي. سبت الملوخيه تتصفى زي ما انتوا شايفين، وهكمل الغدا كله واوريكم عملنا ايه النهارده. ده بقى كان غدانا النهارده، والحمد لله يومنا بقى تمام الحمد لله. يا رب يكون عجبكم الفيديو. حطوا لي بقى لايك لو اول مره بتشوفوني، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل ايه التنبيهات بتاعه الفيديو بتاعي. يا رب يكون عجبكم الفيديو والروتين، واهلا وسهلا بكل اللي اشترك في القناه. نورتوني ونورتوا القناه. استنوني بقى في فيديوهات جايه كتير، ويلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.